هو ده الماضي بتاعي. فقدان الحماس تجاه الحاجات اللي حواليك قادر يقتلك وانت بتتنفس. ده اللي حاسس بيه كل يوم، بصحى بلا هدف، عايش بلا هدف، مش عارف هل هتكون حياتي بعد كده طول عمري ولا هكون أسوأ. مش قادر أذاكر، حتى مش عارف أنا نفسي أكون هنا ولا لأ. ممكن لو كنت في مكان تاني كنت هكون أحسن، وهنا بدخل في شك إن الناس دي أحسن مني وأنا اللي فاشل بسبب إني ما قدرتش أستحمل الضغط النفسي كفاية. ممكن لو الظروف كانت أحسن كنت هبقى كويس، وكل ما بفكر في حياتي بحس إني كنت مذنب وإن السبب في اللي أنا عايش فيه دلوقتي. بس ليه؟ وهل غلطتي دي حد تاني هيتحملها غيري ولا أنا بس؟ حتى الناس اللي حواليا بدأت أحس إني أقل منهم، وهم وصلوا لحاجة أنا معرفتش أوصل لها. كتر التفكير في الماضي بيوصلك لمرحلة صعبة من الاكتئاب، وإنك مش هتقدر تتحرك من مكانك وهتفضل طول عمرك كده موجود بس مفيش حركة، وندمان على أغلب لحظات حياتك. بس هل هفضل مكاني واندم طول عمري؟ أنا اخترت من الأول إن أتحرك، المكان اللي فيه مش مناسب لحياتي، وعلشان كده أنا قررت إن أصنع قصة حياتي بنفسي، ومش هستنى لما الفرصة المناسبة تيجي. أحيانا لازم تطلع بره المعتاد وتشوف نفسك في مكان صعب وإنك مش هتقدر عليه. فقررت إن أحط كل وقتي وطاقتي في الحاجة اللي أنا حابب أكون فيها قدام. كل يوم لازم أجتهد وأحاول وأجرب حاجات وأتعلم منها. وهنا بدأت أشوف إن ممكن يكون ليا قيمة في الحياة، وإن مش لازم أكون شبه حد، بس لازم أكون موجود لسبب. ومن هنا عرفت إنك بمجرد ما بتاخد أول خطوة هتعرف إن المكان ده معمول علشانك. هنا أنت شايف نفسك، ربنا حط ليك قيمة هنا، وإنه كان مقدر من الأول إن ده هو مكانك. كل قصة كانت سهلة في البداية، لازم تشيل اللحظات الصعبة من حياتك وتاخد القرار الصعب. وهنا انت لازم تصنع قصتك بإيدك، لأنها رحلتك انت بس. وافتكر دايما ان الموضوع عمره ما كان سهل، لازم وقت يضيع وتتعب كتير وتحاول وتفشل وتحاول لحد ما تثبت لنفسك قبل اي حد انك كنت ماشي صح. وافتكر دايما انها رحلتك انت مش رحلة حد تاني. فما تخافش من انك تحاول وتصنع القصة بتاعتك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الاخبار؟ ان شاء الله يا جماعة تكونوا استمتعتوا واستفدتوا بالفيديو. في الفيديو ده انا حاولت احط رسالة مهمة جدا وانا مؤمن بيها جدا، وخاطرة كانت شاغلة بالي الفترة اللي فاتت، وهي انك تقدر تغير حياتك. فلو انت حاسس ان المكان اللي انت فيه هو مش مناسب بالنسبة لك، فزي ما بيقولوا انت مش شجرة. قرار تغيير حياتك للافضل هو متوقف عليك انت بس. دلوقتي انا وضحت في الفيديو ان كل المطلوب منك هو ان انت تحط وقت كتير وطاقة ومجهود في هدفك، لان من الاخر مفيش حاجة انت هتبلغها في حياتك غير بمجهودك انت بس. لو هنتكلم عن الفيديو فتقدر تقول ان دي قصة حياتي انا وقصة حياتك انت كمان. كل واحد فينا اكيد مر بمرحله فشل كانت صعبه عليه، وانا اكيد مريت بالمرحله دي، بس الجود نيوز هو ان طلعت منها الحمد لله، وقدرت الى حد ما اصنع شيء كويس في قصه حياتي. فاكيد انت كمان تقدر تعمل زيي، او تقدري تعملي زيي لو انت بنت، تقدر تتحول من الفشل للنجاح. بس زي ما قلت طبعا في البدايه ان القرار دلوقتي هو بايدك انت. وعلى سبيل القصه الحلوه فاسمحوا لي اقدم لكم بشكل رسمي الورشه الاونلاين بتاعتي، وهي عن سرد القصص بالاسلوب البصري، او بالانجليزي فيجوال ستوري تيلينج شرطه اديتنج ورك شوب. ناس كتير جدا منكم نفسها تصنع قصه حلوه من ناحيه التحضير وكتابه السكريبت وطبعا المونتاج. فان شاء الله هتكون في ورشه ليا اونلاين على منصه يوتيوب، هتكلم فيها عن حاجات كتير جدا انا اتسالت عنها، زي ازاي بجيب فكره الفيديوهات اللي زي كده، وازاي بكتب السكريبت بتاعها، وايه هي الحاجات اللي انا بكتب لها سكريبت، وكمان ازاي تقدر تبني بناء درامي قوي وجذاب بالنسبه للمشاهدين. وطبعا اكيد هنتكلم عن المونتاج، زي ازاي انا بقدر استخدم برنامج المونتاج بتاعي، وازاي بقدر انظم ملفاتي جوه الكمبيوتر وجوه برنامج المونتاج، وبقدر اربط ما بين الاثنين. كمان هنتكلم عن الجرافيكس، وازاي انا بقدر اعمل
اعمل الجرافيكس بتاعتي اللي زي دي كده. مش بس كده، اكيد الجرافيكس دي هتكون متوفره ليكم بشكل مجاني تماما من غير ما تدفع عليها اي فلوس. فلو انت نفسك تعمل قصه عظيمه مكونه من فكره كويسه وتحضير كويس جدا، وان انت يكون عندك معرفه باستخدام برنامج المونتاج اللي معاك، لان برنامج المونتاج مش زي ما انتم فاكرين، برنامج المونتاج هو فكره اكبر من كده، وفي طريقه لاستخدامه هنتكلم عنها في المحاضره هتعجبك جدا، انا واثق من كده. فلو انت نفسك تعرف عن كل الحاجات دي فانا ارشح ليك جدا المحاضره بتاعتنا. طبعا اكيد في حاجات هتكون متوفره للناس اللي هتشترك معانا في المحاضره، زي كل الملفات اللي انا استخدمتها في الفيديو اللي كان في الاول، فهتكون متوفره ليكم خام ما عليهاش اي تعديلات، وهم تقريبا اكتر من 5 جيجا فوتج، فهي كميه كويسه جدا بحيث ان انت تقدر تتمرن عليها. مش بس كده، كل الجرافيكس بتاعتي والتمبلتس بتاعتي والشورت كاتس اللي انا بستخدمها في تسريع عمليه المونتاج هتكون متوفره ليكم برضو بشكل مجاني مع المحاضره. فبس كده نيجي بقى لجزء سعر المحاضره وطريقه التسجيل. المحاضره بتاعتنا هيكون سعرها 500 جنيه، بس استنى، هيكون في خصم على 500 جنيه 50%، فهيكون سعرها 250 جنيه بدل من 500 جنيه. اما بالنسبه للناس اللي عايشه بره مصر فالرقم ده بيساوي تقريبا 8 دولار او 8 دولار ونص، فده رقم ممتاز. خد بالك ان الخصم ده مش مطول، هو بس اول 48 ساعه، وكمان العدد محدود جدا، يعني لو كل الناس اشتركت في اول 48 ساعه او اول 24 ساعه يتم قفل باب التسجيل، فبالتالي مش هتقدر تشترك. فخد بالك ان انت تلحق الخصم وتلحق العدد قبل ما يكتمل، لانه دول حاجتين مهمين جدا. بالنسبه لطرق الدفع فانت عندك طريقتين دفع، اولا فودافون كاش لو انت جوه مصر عن طريق الرقم ده، كمان تقدر تدفع عن طريق الفيزا او الماستر كارد لو انت جوه مصر، ولو انت كمان بره مصر، لو انت بره مصر ومحتاج تدفع فبتدفع عن طريق الفيزا او الماستر كارد. وطبعا خصم ال 50% متطبق على كل طرق الدفع. التسجيل سهل جدا، كل اللي عليك هو انك بتدخل على الموقع بتاعي في الوصف، وبعدها بتنزل عند خانه التسجيل في المحاضره. اولا بتدفع سواء عن طريق فودافون كاش لو انت جوه مصر زي ما قلت، او عن طريق الكريدت كارد لو انت جوه مصر او بره مصر. بعد كده بتاخد سكرين شوت لرساله التحويل بتاعه فودافون كاش او الفاتوره اللي بتطلع لك لما بتدفع بالكريدت كارد. في نفس الصفحه اللي انت فيها تبدا تدخل بياناتك الطبيعيه جدا، زي اسمك الاول والاخير والايميل اللي بتشوف من خلاله يوتيوب، والايميل ده مهم جدا لان الايميل ده هو اللي انت هتشوف من خلاله المحاضره، وهو كمان اللي هيوصل لك عليه ايميل التاكيد. فخد بالك جدا ان انت تدخل ايميل تكون بتستخدمه. واخر حاجه انت بتحط السكرين شوت بتاعه فودافون كاش اللي انت اخدتها للدفع بتاعك، او بتحط فاتوره الدفع اللي طلعت لك بعد ما دفعت بالكريدت كارد. واخر حاجه بتعملها وهي ان انت بتضغط على تسجيل، على طول هيوصل لك على الايميل بتاعك رساله تاكيد التسجيل معانا في المحاضره. وبس كده، مبروك، انت دلوقتي سجلت معانا. بعد كده خلال 24 ساعه هيوصل لك ايميل فيه كل التفاصيل عن المحاضره. اكيد في اسئله ممكن تكون جت في بالك عن المحاضره اللي احنا هنعملها، زي ان احنا هنتكلم عن ايه بالتفصيل الممل وبعض السياسات، فانا سايب لكم رابط PDF في الوصف. الرابط ده فيه كل الاسئله اللي ممكن تكون جت في بالك عن المحاضره واجاباتها، كمان في بعض السياسات. الPDF ده فيه كل الاسئله اللي ممكن تكون جت في بالك والاجابات بتاعتها، كمان في بعض السياسات زي مثلا ان انت لو اشتركت في المحاضره وبعد كده شفتها واكتشفت ان انت ما استفدتش اي حاجه منها، فعادي جدا تقدر تسترجع فلوسك بالكامل. مش بس كده، انت كمان هيفضل ليك اكسس على دخول المحاضره عادي جدا. فبس كده يا جماعه، شكرا جدا ليكم. رابط التسجيل في المحاضره هتلاقيه تحت في الوصف، وكمان رابط الPDF اللي فيه كل الاسئله اللي في دماغك برضه هتلاقيه تحت في الوصف. وبس كده، اخيرا لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك، وما تنساش تشترك في القناه لو انت ما اشتركتش. ولو انت اول مره تشوفني فانا اسمي محمد عادل، وده الانستجرام بتاعي، ممكن تتواصل معايا عن طريقه. وبس كده، ان شاء الله اشوفكم في الفيديو اللي جاي. سلام.